السلام عليكم الولاد والبنات اللي كيشاهدوا القناة ديالي. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الدواء. الاسم ديالو بورجي انوزيتول. هاد بورجي انوزيتول هذا تيصلح للناس اللي عندهم التخمه وما كتهضمش ليهم الماكله، عندهم عسر الهضم وكيحسوا بواحد القلق في المعده ديالهم، ما مرتاحاش ليهم. هذا راه زوين بزاف وبثمن مناسب جدا في الصيدليات. شي مشكل شي واحد اللي كلا شي ماكله وقعت ليه التخمه، ما تمشاتش ليه الماكله، بقات واقفه ليه، جاه عسر الهضم كما تنقولوا، الماكله ديالو ما كتهضمش ليه، كتبقى واقفه ليه، او كلا مثلا شي دهون، شي ماكله فيها دسم بزاف، سواء مقليات، سواء الشحمه، الا كلا مواد دسمه فيها الشحمه، فهذا راه مزيان بزاف. هاد الباكيه فيها 20 قرص، كتذوب في كاس الماء. ممكن ناخدو قبل الماكله، ممكن ناخدو من بعد الماكله، 3 المرات في النهار او حتى 4. مزيان بزاف. مثلا في العيد الكبير تتوقع الناس بزاف كتوقع عليهم ديك التخمه، كياكلوا يعني كيخلطوا الماكله الشحمه كتحط الدهون، فكيبقى عليهم هذاك المشكل ديال سوء الهضم وكتجيهم ديك التخمه وكتبقى واقفه ليهم الماكله. او كذلك في رمضان، الناس كيكثروا الماكله وكيخلطوا ما بين دهنيات مع مقليات، بزاف تاع الحوايج، اولا تيديروا دوك الطواجنات كيكونوا شويه مدسمين، فهذا راه مزيان بزاف. غير هو راه فيه الملحه، والناس اللي عندهم ريجيم من الملحه ما ياخذوش، من الاحسن يبعدوا عليه لانه هو غادي يضرهم. مزيان بزاف هاد بورجي انوزيتول. كاتبين هنايا فيه فوسفات ثنائي الصوديوم، سلفات صوديوم، كربونات احاديه الصوديوم، يعني فيه الملحه بزاف. فلذلك الناس اللي كيديروا ريجيم من الملحه ما ياخدوش. هي اقراص فواره، كدير شي 20 درهم ولا 24 درهم في الصيدليه، يعني ما غالياش. فيها 20 قرص. زوين بزاف وفعال. الا وقع لكم هذا المشكل ديال التخمه ومرضات لكم المعده وحسيتوا بان شي حاجه واقفه لكم، الماكله ما كتمشيش، فخذوا هاد بورجي انوزيتور، راه زوين بزاف وفعال. كما قلت لكم ثمنه مناسب جدا. غير هو الاحتياط من الناس اللي تياخذوا الملح، ما تياخذوش الملحه، راه صعيب عليهم بزاف. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اشتركوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله، ودعموني اشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.